هتاكل فسيخ ورنجة في شم النسيم، يبقى شم نسيم سعيد على مفاصلك. من العادات المشهورة في مصر والمرتبطة بشم النسيم هي أكل الفسيخ والرنجة كنوع من التغيير. لكن أنت عارف تأثير الوجبات شديدة الملوحة على الجسم والمفاصل بيكون إيه؟ الوجبات دي زي الفسيخ والرنجة بترفع اليوريك أسيد جدا في الدم اللي بيترسب على شكل بلورات في المفاصل، فيعمل لي التهاب في المفاصل أو مرض النقرس أو يزود نشاطه وشدته، فيبدأ يفاجئني بألم، ورم، صعوبة في الحركة أو تيبس في المفاصل. الفسيخ والرنجة بيفضل تأثيرهم في الجسم من 30 ل 45 يوم لحد ما يبدأ ينتهي من الجسم. بالنسبة للناس اللي في شم النسيم ظهر عليهم التهاب شديد في المفاصل أو زيادة في نشاط مرض من أمراض الروماتيزم أو النقرس، ضروري فورا يتوقفوا عن أكل الفسيخ والرنجة أو أي وجبات شديدة الملوحة، يتوقفوا عن أكل اللحمة والكبدة، عن البقوليات زي الفول واللوبيا والفاصوليا. عيدك في صحتك مش في الأكل. كل سنة وانتم طيبين.